السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير انتوا وكل اللي بتحبوهم. اهلا طلاب اولى ثانوي الاعزاء في مراجعتنا النهائية لمادة العلوم المتكاملة قبل امتحان الترم الاول باذن الله. ترم كان طويل ومادة كانت الى حد ما رخمة. الحمد لله خلصنا المنهج ودلوقتي ميعاد المراجعة. والمراجعة في اللغة العربية يا صديقي معناها الاستذكار، والاستذكار معناه ان حضرتك تكون عارف شيء وانا افكرك بيه وانا اذكرك بيه. لكن وللاسف مش كل الطلاب اللي قاعده بتتفرج عليا دلوقتي هي طلبه كانت قاعده بتذاكر طول السنه ومحتاجاني افكرهم باللي موجود في المنهج. لا، ده في طلبه قاعده بتتفرج عليا دلوقتي ممكن تكون اول مره تفتح ماده العلوم المتكامله اصلا. طيب المراجعه بتاعتنا دي بقى معموله لمين؟ المراجعه دي يا صديقي معموله للجميع. فلو انت كنت طالب قاعد بتذاكر طول السنه سواء معايا او مع غيري، المراجعة دي إن شاء الله هي اللي هتوريك إزاي تعرف تحل في الامتحان، إزاي ما تتوهش وإنت قاعد بتذاكر المنهج بتاعنا كبير جدا، إزاي ما تتوهش وإنت قاعد بتراجعه، إزاي دي بتاعتنا إحنا. فلو أنت طالب طول السنة قاعد بتذاكر، من خلال المراجعة دي إن شاء الله هنوصل مع بعض للدرجة النهائية. أما لو حضرتك كنت طالب بتذاكر بعض الدروس وفي بعض الدروس بتفوتها، بتحضر بعض الدروس وبعض الدروس ما بتحضرهاش اصلا، فالمراجعه دي برضه هتبقى مفيده جدا بالنسبه لك انها تلم لك المنهج باسرع وقت ممكن. لان خلي بالك للاسف الماده كبيره جدا والوقت اللي فاضل مش كتير، فانك تقعد تتفرج على حصص الشرح تاني حاجه مش في امكان الجميع. فهتبقى المراجعه دي مفيده جدا بالنسبه لك علشان الجزئيه دي تحديدا، انك تلم اكبر كم في اقل وقت. اما لو حضرتك بقى يا صديقي كنت من الطلاب اللي على الله حكايتهم، يعني اللي هم يعني ما فتحوش الكتاب من اول السنه خالص، لسه بيعرفوا يعني ايه علوم متكامله دلوقتي حالا، فالمراجعه دي هتعديك، هتخليك تعدي مطب امتحان نص السنه دي باذنك يا رب، باذنك يا رب، باذنك يا رب. المراجعه دي هتخليك تنجح، لكن ما تعتمدش على كده. لو مشيت بالزق كده طول عمرك هتفضل طول عمرك ماشي كده ومش هتتطور ومش هتبقى راضي عن نفسك بعد كده. فالمراجعه دي هتزقك، هتخليك تعدي الامتحان وتدعي لي، وبعد كده لينا حساب بعد ما الترم ده يعدي ان شاء الله. فالخلاصه يا شباب يا شباب يا شباب، ارجوكم المراجعه دي للجميع، الكل هيخرج منها مستفيد. فعلشان خاطري نحاول نسمع الكلام، واي حاجه اطلبها من حضرتك دلوقتي تطبقها بالله عليك. اول ما تسمعها مني، اول ما اقول لك روح ذاكر الحته الفلانيه تروح تذاكرها، اول ما اقول لك ذاكر الحته ده وتتك عليها قوي تذاكر الحته دي وتتك عليها قوي. لما اقول لك روح احفظ الجزئيه دي تحديدا تحفظها، لما اقول لك الجزئيه دي مش لازم تحفظها انت عدي عليها يا عينك بس قراءه كده اهو تعمل كده. اول ما اقول لك تروح تحل تحل. اسمع الكلام وصدقني هتخرج من المراجعه دي كده كده ان شاء الله مستفيد. خلصنا الحمد لله كل اللك اللي عايز الك، كل الكلام اللي انا عايز اقوله في اول حصه خلصته الحمد لله. نبدا بقى الجد بعون الله. زي ما قلت لكم في البرومو، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي نزل على القناه من يوم كده او يومين، انا ان شاء الله يعني هعيد شرح المنهج كله، بس طبعا بعجاله، ان انا هعيد شرح كل الكلام اللي اتقال في المنهج في عجاله من المذكره اللي ظاهره قدامكم دلوقتي على الشاشه. مذكره اسمها رشد في العلوم المتكامله، تشرفت يعني باني اشرف على اخراجها لحضراتكم. المذكره دي لو عايزين تشتروها موجود اللينك بتاع الشراء بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو او في اول كومنت. لو مش عايزين مفيش مشاكل، ممكن تتابعوا الحصه من خلالها عادي دلوقتي وتذاكروا من ايا كان المصدر اللي انتوا بتذاكروا منه. اهم حاجه عندي انكم تذاكروا. الجميل في رشد انها لما الدنيا شويه، يعني بص حضرتك كده عامله ازاي، الكلام فيها ملموم، بدل ما تقعد تذاكر عدد ورق كبير لا الدنيا ملمومه فيها ومتقال فيها الخلاصه، مش متقال فيها اللت والعجن الكتير بتاع الكتب. بس برضو زي ما قلت لك هو شيء اختياري، ما هواش اجبار على حضرتك انك تشتريها، لكن يعني لو محتاج او لو عايز تشتري المذكره دي زي ما قلت لك هتلاقي اللينكات بتاعتها فين. عايز ابطل لك بقى وابدا لان انا متحمس جدا. يلا 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 بينا. طيب هو بادئ معايا الباب ده هو اللي المفروض هنفضل طول الباب نتكلم عن الميه، بادئ كده بكلمه خفيفه خالص عن الميه او سطر كده مبهم عن الميه، بيقول لي فيه ان الماء زي ما هو بيقول لي كده سائل شفاف ووسط قد تتفاعل فيه كثير من المركبات الكيميائيه. بيقول لي ان الميه سائل شفاف يعني ملوش لون، طب ما انا عارف، ووسط ممكن يحدث فيه تفاعلات كيميائيه كتير. كمان شويه هنقول ان الميه يا صاحبي، الميه ده يا صاحبي مذيب قطبي. الميه دي مذيب قطبي، عندها القدره على انها تدوب كتير من المواد فيها. الملح
ينفع يدوب في الميه، والسكر ينفع يدوب في الميه. في مواد كتير ينفع انها تدوب في الميه، صح؟ ايوه. الميه بقى لان فيها مواد كتير بتدوب فيها، بينفع ان هذه المواد تتفاعل مع بعضها. فالميه هي وسط مناسب جدا لحدوث تفاعلات كيميائيه كتير بين المواد الكيميائيه وبعضها اللي كلها بتدوب في الميه. مما يؤثر على ايه؟ طيب الميه دي لما بيحدث فيها شويه تفاعلات كيميائيه، ده بيؤثر على مين؟ بيؤثر على جوده الميه نفسها. ما هي الميه اللي احنا بنشربها دي، الميه اللي انا بشربها دي، ما هياش H2O، ما هياش ميه نقيه ميه بس، ده بتكون ميه وفيها شويه مواد زي ما قلنا بتتفاعل مع بعضها، صح؟ هذا التفاعل يؤثر على جوده الميه نفسها. الميه نفسها جيده او غير جيده للشرب، ده بنحكم عليه من خلال التفاعلات الكيميائيه اللي بتتم جواها. ممكن ده يأثر على جودة المية، ويأثر كمان على صحة الكائنات اللي هتشرب المية دي. كلام مبهم كده وسايح كده، عايزين نتكلم عنه بالتفصيل. حاضر، عينيا الاتنين. هنفصص ونفسر الكلام ده اهو، بس تعالى الأول نتكلم عن حالات المية الفيزيائية. حالات المية الفيزيائية يا صديقي، المية ليها 3 حالات فيزيائية على كوكب الأرض: الحالة الصلبة، والحالة السائلة، والحالة الغازية. الحالة الصلبة اللي هي الجليد بتاع القطبين، الجليد الموجود عند القطبين، اللي هو يعني جزء من الغلاف الجليدي، اللي هو جزء من الغلاف المائي. مية سائلة، مية سائلة اللي هي مية البحار والمحيطات والأنهار و المياه الجوفية. كل دي مية سائلة موجودة في كوكب الأرض. مية البحار والمحيطات والأنهار اللي احنا بنسميها المسطحات المائية، ونضيف عليها كمان المياه الجوفية الموجودة تحت سطح الأرض. أخيرا المية توجد في حالة غازية أو بخارية في السحب اللي موجودة في الغلاف الجوي. فالمية لها 3 حالات فيزيائية على كوكب الأرض: صلبة عند جليد القطبين، سائلة عند المسطحات المائية البحار والمحيطات والأنهار والمياه الجوفية، غازية أو بخارية في السحب اللي موجودة في الغلاف الجوي. كلام جميل. في مشكلة؟ صعب هتذاكروا، تقعد تذاكروا في نص ساعة يعني؟ مش محتاج حاجة، خلاص انت عرفته زي الفل. ندخل بعد كده على مين؟ على أهمية المية. ليه المية مهمة؟ ليه أنا وأنت بنشرب مية؟ الكلام ده طبعا في حصة الشرح أنا شرحته بالتفصيل، بس تعالى دلوقتي نقوله بسرعة يعني. المية يا صاحبي ليه احنا بنشربها؟ لأن أنا وحضرتك وكل الكائنات الحية اللي عايشة على وش الأرض بتتكون أجسامها من خلايا. الشيء اللي موجود في الصورة قدامي ده اهو اسمه خلية. والخلية دي يا أستاذ لازم يدخلها حاجات ولازم يخرج منها حاجات. بتقول يا مستر؟ هقول لك اهو. تعالى كده يا سيدي، دي دلوقتي خلية من خلايا جسمي، دي خلية من خلايا جسمي أنا، جسم عبد الرحمن الباز. دي دلوقتي خلية من خلايا جسمي. الخلية دي علشان يا أستاذ تقوم بكل الوظائف اللي المفروض تقوم بيها، لازم تدخلها بعض المواد ويخرج منها بعض المواد. لازم يدخلها مين؟ قالك لازم يدخلها الغذاء، ولازم يخرج منها الفضلات. ايوه الخليه لازم لها كده، لازم يدخلها غذاء ويخرج منها فضلات. بس المشكله ان الغشاء البلازمي، الشيء ده يا ولاد الاسود اللي بره ده، الغشاء البلازمي للخليه اللي المفروض بيحوط الخليه من بره ده، لا يسمح بدخول وخروج الحاجات الصلبه. ما بيدخلش حاجه صلبه وما بيخرجش حاجه صلبه. لازم الشيء اللي يدخل للخليه ولازم الشيء اللي يخرج من الخليه يكون سائل. بالتالي الغذاء ده لازم يكون دايب في الميه، والفضلات لازم تكون دايبه في الميه عشان ينفع تدخل او تخرج من الخليه. دي فايده الميه. الميه لازمتها انها بتدخل الغذاء لجوه الخليه وبتخرج الفضلات بره الخليه. بتدخل الغذاء دايب فيها وتخرج الفضلات وهي دايبه فيها. لازم الحاجات دي تدخل من والى الخليه عشان الخليه تقدر تقوم بوظائفها الحيويه. دول بس الغذاء بس والفضلات بس؟ قال لك لا، حد كمان اسمه الاكسجين، وحد اسمه ثاني اكسيد الكربون. الاكسجين اللي لازم يدخل جوه الخليه، وثاني اكسيد الكربون اللي لازم يخرج منها. ثاني اكسيد الكربون ده بيخرج في شكل فضله زيه زي الفضلات، والاكسجين اللي بيساعد في حرق الاكل ده هو عشان ننتج الطاقه ATP، عشان ننتج الطاقه.
يبقى يا أستاذ علشان الخلية تقوم بوظائفها لازم الغذاء يدخل لها، لازم الفضلات تخرج منها. طب الغذاء يدخل لها والفضلات تخرج منها ازاي؟ الغذاء يبقى دايب في المية والفضلات هي كمان تبقى دايبة في المية عشان ينفع تعدي من الغشاء البلازمي للخلية. الغذاء بيدخل لوحده؟ لا، ده الغذاء بيدخل معاه الأكسجين. الفضلات بتخرج لوحدها؟ لا، الفضلات بيخرج معاها ثاني أكسيد الكربون. أهمية المية نظرا لأن المية بتقدر تدوب حاجات كتير زي ما كنا بنتكلم من شوية، عندها قدرة كبيرة على إذابة المواد المختلفة، فتقوم بنقل المواد عبر الغشاء الخلوي، الغشاء البلازمي للخلية. الغشاء البلازمي للخلية اللي هو ده شايف ده؟ الغشاء البلازمي للخلية لازم حاجات تدخل للخلية وحاجات تخرج منها. مين اللي بيدخل للخلية؟ قال لك دخول الغذاء والأكسجين. مين اللي بيخرج؟ قال لك الفضلات وسي او 2. لازم الكلام ده هو يحصل عبر الغشاء البلازمي للخلية علشان الخلية تقوم بالوظيفة بتاعتها. ايه بقى اللي بيتم جوه الخلية نفسه؟ وجود الميتوكوندريا وحرق الغذاء وكده، الكلام ده مش عندك بالتفصيل، لكن انا كنت شرحته في حصة الشرح بالتفصيل. عشان كده بقول لك انا هنا بفكر اللي كان مذاكر. طب اللي ما كانش مذاكر اديته المفيد. ايه المفيد؟ ايه اللي هيجي لك في الامتحان؟ لازمه الميه ايه اصلا للكائنات الحيه؟ ببساطه تاخد الغذاء والاكسجين. تعال نمسح شخبطه ده ايه. تاخد الغذاء والاكسجين تدخلهم جوه الخليه، تاخد الفضلات وثاني اكسيد الكربون تخرجهم بره. شكرا، ده المفيد، دي الخلاصه، ده السؤال، ده اللي هيجي لك في الامتحان. حلو، حلو، جميل قوي. خلصنا من الحالات الفيزيائيه وخلصنا من اهميه الميه. تعال نتكلم على مين؟ تعال نتكلم عن تواجد الميه. الميه دي يا استاذ موجوده فين؟ قال لك صل بينا على حضره النبي. بص كده، الميه هي يا استاذ، الميه على كوكب الارض اللي هي المفروض 100%، الميه كلها اللي على كوكب الارض، قال لك 97% منها ميه مالحه و2% ميه متجمده و1% ميه عذبه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فالميه زي ما احنا بنقول ليها توزيعه كده، 97% ميه مالحه، 2% ميه متجمده، و1% ميه عذبه. صح؟ هناك بيقول لي خلي بالك الغلاف الجليدي جزء من الغلاف المائي بيمثل 2%، 2% ميه متجمده. الميه السائله 97% ميه مالحه، 1% ميه عذبه اللي هم 98% مع بعض، دول اللي بيمثلوا الغلاف المائي. وطبعا لو خدت بالك ان انا خلال الكلام ده اهو انا ما جبتش سيره خالص الحاله الغازيه للميه اللي هي بتاعت السحب. هل انا جبت سيره السحب هنا؟ لا. صح؟ ايوه يا معلم. ما هو بيقول لك هناك ان الحاله الغازيه للميه اللي هي بخار الميه اللي موجود في السحب يعني بيوجد في الغلاف الجوي، ما قالكش نسبته كام بالظبط. خلاص عرفنا ايه؟ عرفنا يا استاذ ان الميه كلها اللي موجوده في كوكب الارض متقسمه 97% ميه مالحه، 2% ميه متجمده، و1% ميه عذبه، وبالاضافه لطبعا الغازات الميه في الحاله الغازيه اللي هي موجوده في السحب في شكل بخار ميه. جميل كده. نتكلم عن مين بعد كده؟ نتكلم عن دورة الماء في الطبيعة. دورة الماء في الطبيعة كنا شرحناها برضو في الحصة بالتفصيل، هنا هنقول فيها المفيد ببساطة شديدة. يا سعادة الباشا، احنا عندنا يا سعادة البيه، تعال نشرحها هناك. احنا عندنا يا صاحبي عندنا مسطحات مائية، شوية مياه البحار والمحيطات. مالها يا أستاذ؟ بتتعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس تعمل إيه؟ أشعة الشمس تبخر جزء من المية، جزء من مية البحار والمحيطات يتبخر 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 ويصعد في شكل سحب. هذه السحب يا أستاذ يسقط منها الأمطار. الأمطار دي إما ترجع لمية البحر والمحيط تاني أو تنزل على اليابس. ادي اليابس اهو يا استاذ، تنزل على اليابس فتنزل تجري من على الجبل وتكون نهر، او تنزل والارض تشربها وتكون حاجه اسمها الميه الجوفيه. فالميه ليها دوره في الطبيعه، الدوره دي بتبدا بعمليه التبخر. مياه البحار والمحيطات الميه بتاعتهم بتتبخر بفعل اشعه الشمس. حلو. بعد كده تتكثف السحب تتكثف يعني تتلبد وتكتر مع بعضها كده، وتتكثف السحب يا أستاذ وتكون الأمطار. الأمطار أو سقوط الأمطار والجليد بتنزل على سطح الأرض
او تنزل على ميه البحر والمحيط. لو نزلت على البحر والمحيط خلاص رجعت مكانها تاني. طب لو نزلت على سطح الارض، يا اما تنحدر من على جبل وتكون نهر، يا اما الارض تشربها وتكون حاجه اسمها الميه الجوفيه. هناك مش راضيه تيجي. هناك بيقول لي اهو يا استاذ، قال لك ايه؟ قال لك مياه سطحيه او جوفيه هي يا استاذ بيتصاعد الاول الميه في شكل بخار ميه، بتتكثف الى سحب، والسحب بتكون امطار، الامطار تسقط يا اما في شكل مطر يا اما في شكل ثلج. الامطار بتتوزع الى مياه سطحيه او مياه جوفيه، يا اما يا استاذ الثلج اللي بيكون الجليد اللي بينصهر برضه يتحول الى مياه سطحيه او مياه جوفيه. وتشمل دوره الميه، تشمل دورة المية يا أستاذ زي ما قلنا عملية التبخر وعملية التكثف وعملية سقوط الأمطار، بالإضافة لشوية عمليات بيولوجية زي التنفس والنتح. عملية التنفس أنا وأنا بتنفس بخرج بخار المية، فده جزء من دورة المية. وعملية النتح إن أوراق النباتات تفقد المية خلال الاستوماتة بتاعتها، الصغور بتاعتها لما بتفقد النباتات المية في شكل بخار، العملية دي برضو تعتبر جزء من دورة المية. قال لك قد يصاحب دورة الماء في الطبيعة عمليات كيميائية زي تكون الأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية احنا هنتكلم عنها بالتفصيل قدام، مش هنتكلم عنها دلوقتي قوي، دلوقتي بس ايه جبنا سيرتها على السريع كده. لكن هناك ان شاء الله في الغلاف الجوي هنتكلم بالتفصيل عن الامطار الحمضيه، وفي التربه هنتكلم عن الامطار الحمضيه. فقال لك قد يصاحب دوره الماء في الطبيعه عمليات كيميائيه زي تكون الامطار الحمضيه. ازاي بقى بتتكون الامطار الحمضيه؟ لما ثاني اكسيد الكربون او SO2 او NO2، يا اما اكاسيد النيتروجين يا اما اكاسيد الكبريت، شايف اكاسيد نيتروجين اهي، او اكاسيد كبريت اهي، او ثاني اكسيد كربون، دول لما بيتفاعلوا مع بخار الميه بيكونوا حاجه اسمها الامطار الحمضيه. فلما بتسقط بقى الامطار الحمضيه دي بتعمل ايه؟ قال لك تعالى، الامطار الحمضيه تاني الامطار الحمضيه. ازاي الاول بتتكون الامطار الحمضيه؟ قلت دلوقتي لما ثاني اكسيد الكربون او اكاسيد النيتروجين او اكاسيد الكبريت يعملوا ايه؟ يدوبوا في الميه. طب لما الميه يدوب فيها الكلام ده اهو تعمل ايه؟ زي ما قلنا تعمل امطار حمضيه. ايوه الامطار الحمضيه. طب الامطار الحمضيه دي بقى تاثيرها على مين؟ قال لك تاثيرها على بعض انواع الصخور. بتعمل فيها ايه؟ بتذيب تلك الصخور. قال لك زي مين بيني وبينك؟ زي صخر تحديدا اسمه صخر الحجر الجيري اللي بيتكون من كربونات الكالسيوم. تاني يا مستر، اكاسيد النيتروجين واكاسيد الكبريت وثاني اكسيد الكربون دول يا معلم، دول لما بيدوبوا في بخار الميه، لما بيختلطوا ببخار الميه بيكونوا حاجه اسمها الامطار الحمضيه. الامطار الحمضيه، المطر الحمضي له قدره على اذابه الصخور. في صخور بتسيح بتدوب تحت تاثير الامطار الحمضيه. مين بقى يا استاذ الصخور اللي بتسيح ده اهي؟ قال لك صخر زي صخر الحجر الجيري اللي بيتكون من كربونات الكالسيوم. القصه دي مؤقته كده لحد ما نشرح الامطار الحمضيه دي، عندنا درس كامل هنقعد نشرحها قدام بالتفصيل. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ان قد يصاحب دورة الماء في الطبيعة عمليات كيميائية زي تكون الامطار الحمضية نتيجة تفاعل غازات NO2 SO2 CO2 اكاسيد النيتروجين اكاسيد الكبريت ثاني اكسيد الكربون مع بخار الماء في السحب. وعندما تسقط تلك الامطار الحمضية على سطح الارض تعمل على تحلل الصخور، تحلل يعني ذوبان، تحلل الصخور، وبذلك يمكن القول ان دورة الماء نظام مغلق تقريبا بتغير شكل سطح الارض فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا. هي دورة المية بتأثر على سطح الأرض كيميائيا وفيزيائيا وبيولوجيا. كيميائيا عن طريق الأمطار الحمضية، فيزيائيا إن المية نفسها حالتها بتتغير فيزيائيا أو ممكن تأثر على الصخور بحاجة اسمها التجوية الفيزيائية هنتكلم عنها بعدين. وبيولوجيا لأن المية نفسها بتأثر على الكائنات الحية اللي على سطح الأرض زيي وزيك، أنا وأنت ما بنقدرش نعيش من غيرها. فالمية يا أستاذ، المية ودورتها احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. معلش كده، حاسس الكلام تاه منك صح؟ تعالى بسرعة نقول احنا قلنا ايه. احنا قلنا ان المية يا استاذ باين هي سائل شفاف ووسط بيحدث فيه تفاعلات وبيأثر على جودة المية. وقلنا ان حالات المية 3، فاكر؟ الصلبة والسائلة والغازية. صلبة زي جليد القطبين، سائلة زي المية بتاعت البحار، وغازية زي ايه؟ زي السحب اللي موجودة في الغلاف الجوي. أهمية المية كانت هي اللي بتدخل الغذاء والأكسجين، وهي اللي بتخرج ثاني أكسيد الكربون والفضلات من الخلية عن طريق حاجة اسمها الغشاء البلازمي الخلية. بعد كده اتكلمنا عن تواجد المية وعرفنا ان المية 97% منها مالحة و2% متجمدة، 1% مية عذبة، صح؟
اهو القصه اللي قلناها هنا. بعد كده قلنا ان في شيء اسمه دوره الماء في الطبيعه. دوره الماء دي بتتمثل في ايه؟ عمليه تبخر الميه وتكثف الميه وسقوط الامطار وعمليه النتح وعمليه التنفس. فدوره الميه قصتها نفسها انت تقدر تبقى عارفها لوحدك من غير ما تذاكرها اصلا. خلي بالك ان بيصاحب ساعات دوره الماء في الطبيعه عمليات كيميائيه زي تكون الامطار الحمضيه. الامطار الحمضيه دي بتتكون ازاي؟ قول معايا بتتكون ازاي، ما تستناش تذاكر في بيتكم. يلا يلا يا ولد. ازاي يا ولد تتكون الامطار الحمضيه؟ قال لك لما اكاسيد النيتروجين، اكاسيد الكبريت، ثاني اكسيد الكربون، الثلاثه دول يدوبوا في بخار الميه. فده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يكون حاجه اسمها الامطار الحمضيه اللي بتنزل على سطح الارض وبتحلل بعض الصخور. قلنا زي مين؟ زي الحجر الجيري اللي بيتاثر او بيدوب تماما، بيتحلل تماما تحت تاثير الميه اللي فيها ثاني اكسيد الكربون. قال لك فكده نقدر نقول ان ايه؟ ان دوره الميه نظام مغلق بيأثر على الارض كيميائيا اهو، زي اللي انا بحكي دلوقتي على الحجر الجيري ده اهو، وفيزيائيا وبيولوجيا كمان. خلاص؟ اخر حاجه معانا خلاص يا استاذ، نبقى خلصنا الصفحه دي. هي مين؟ هي تركيب جزيء الماء. تركيب جزيء الماء يا استاذ طبعا حضرتك كبير كفايه انك عارف ان الميه هي H2O. ف H2O يعني بتتكون من 2 هيدروجين و1 اكسجين. فلو سالتك مين يا استاذ اللي حجمه اكبر في جزيء الميه، تحفظها زي اسمك. اللي حجمه اكبر الهيدروجين، حجمه اكبر من الاكسجين. الهيدروجين حجما اكبر من الاكسجين. ازاي؟ لو عندنا كوبايه ميه وحللناها كهربيا، عملنا لها تحليل، فكينا يعني الاكسجين عن الهيدروجين، هنلاقي الهيدروجين كتير والاكسجين قليل. ايوه يا حبيبي، هيدروجين كتير اهو واكسجين قليل اهو. الهيدروجين للاكسجين نسبه 2:1. صح؟ جميل قوي. فنسبه عدد الذرات يا استاذ في الجزيء طبعا 2:1. الحجم 2:1. 2 اهو H2 وO واحده، H2 وO واحده، فنسبتهم 2:1. صح؟ النسبة المئوية للحجم مش 2:1 يعني 66% إلى 33%. 2:1 يعني 66 إلى 33. حلو. لحد كده الكلام جميل، لحد ما أنا أقول لك بقى ان زي ما الهيدروجين الاكسجين ولا حجمه صغير والهيدروجين ولا حجمه كبير، ارجع واقول لك ان الكتله الكبيره بتبقى عند الاكسجين اكتر من الهيدروجين. الكتله كبيره عند الاكسجين لكن الحجم كبير عند الهيدروجين. فالنسبه المئويه للحجم يا استاذ زي ما قلنا كانت 33 الى 66. صح؟ طب نسبه الكتله 8:1. 8:1. اللي كتلته اكبر هو الاكسجين، كتلته اكبر من الهيدروجين. نسبتهم 8:1 او 88 الى 11%. يعني 8:1 تقريبا او 8:1 تقريبا يعني. حلو. اخر حاجه لازم نعرفها ان السالبيه الكهربيه بتاعه الاكسجين بتبقى اكبر من السالبيه الكهربيه للهيدروجين. الجدول ده اهو. يلا يا استاذ وقف الفيديو واقعد احفظه. ما وقفتوش؟ يلا وقف الفيديو واقعد احفظه. يلا وقف كده، وقف الفيديو واقعد احفظ الجدول ده. ما وقفتوش؟ نحفظه سوا. هو عدد الذرات بتاعه الاكسجين للهيدروجين كام؟ مش هي H2O؟ يبقى الهيدروجين 2 والاكسجين 1. الهيدروجين 2 والاكسجين 1. طب الحجم بتاع الهيدروجين 2 والاكسجين 1. 2:1. طب النسبة المئوية للحجم مش ده 2:1 يعني ده 66% وده 33%. خلص طيب اهي بيخلص اهو. طب نسبة الكتلة بتاعت الذرات، الكتلة الكبيرة بتاعت الاكسجين. الاكسجين بغل كبير والهيدروجين كتلته صغيرة، فالاكسجين هو الكبير والهيدروجين الصغير تبعا للكتلة. الكتلة 8:1 او 88 الى 11%. السالبية الكهربية السالبية الاكبر عند الاكسجين، وهنتكلم عن السالبية الكهربية ده بالتفصيل كمان شوية. حاسس انك لسه ناسي صح؟ لسه ناسي الكلام ده ولسه ما حفظتوش. فاكر حالات الميه الصلبه والسائله والغازيه؟ فاكر الكلام؟ طب فاكر يا استاذ لما كنا بنتكلم عن اهميه الميه من شويه ودخول الغذاء وخروج الفضلات؟ فاكر الكلمتين دول؟ وفاكر لما قلنا ان الميه باين يا سائل شفاف وبيحدث فيه تفاعلات كيميائيه كتير؟ طب فاكر النسب اللي هي 97% ميه مالحه و2% متجمده و1% ميه عذبه؟ طب فاكر دوره الماء في الطبيعه، عمليه التبخر والتكثف والكلام الفاضي ده اهو؟ طب فاكر الامطار الحمضيه كانت بتتكون من ايه؟ من ذوبان CO2 SO2 NO2
في بخار الماء او بتاثر على الحجر الجيري وبتدوبه تماما. اما تركيب جزيء الماء فاتفقنا ان الجدول بتاعه ده هو جدول بسيط خالص، ان الاكسجين الهيدروجين 1:2 في نسبه عدد الذرات، في الحجم برضه 1:2، في النسبه المئويه 33:66، في النسبه بتاعه الكتله 8:1 او 88:11، والسالبيه الكهربيه يا استاذ الاكبر موجوده عند الهيدروجين اكبر من الايه؟ اكبر من الهيدروجين. اخيرا يا استاذ الخواص الكيميائيه هنتكلم عنها دلوقتي حالا بالتفصيل. قطبيه الماء والتحلل المائي او التميؤ والتوازن الحمض القاعدي هنتكلم عنهم دلوقتي بالتفصيل. والخواص الفيزيائيه ده اهي هنقعد برضو نتكلم عنها بالتفصيل في درس لوحدها. شذوذ تغير كثافه الماء عند درجه حراره 4 او اقل، وارتفاع الحراره النوعيه دي درس لوحدها. حلو، يبقى احنا خلاص الصفحه دي بالنسبه لنا كومبليت، الصفحه دي خلصت صح؟ فاكر يا ولا الماء كانت سائل عامل ازاي؟ طب فاكر كانت لازمتها ايه؟ بتدخل ايه وبتخرج ايه؟ طب فاكر حالات الميه الثلاثه؟ طب فاكر يا استاذ النسب بتاعه الجليد والميه الجليد والميه العذبه والميه المالحه؟ فاكر دوره الماء في الطبيعه؟ فاكر ازاي الامطار الحمضيه بتتكون وتاثيرها على الحجر الجيري؟ طب فاكر الجدول الرخم ده اهو؟ حفظته؟ في مشكله؟ انت خلصت خلاص يا استاذ اول صفحه معانا، واول صفحه يعني اول الطريق، بسيطه هانت، ما عادش فاضل غير قد الصفحه دي 23 مره كمان ونبقى خلصنا. بسيطه والله مش حاجه، ايه المشكله؟ شكلك خلقك ضيق وهتتعبني، هتتعبوني والله هتتعبوني. ندخل بعد كده على حاجه اسمها الخواص الكيميائيه للماء. ركز وصح وافهم البق اللي جاي ده. طيب الخواص الكيميائيه للماء وببساطه شديده جدا احنا بنتكلم فيها في 3 اجزاء. حاجه اسمها السالبيه الكهربيه، تعال نقرب كده. حاجه اسمها السالبيه الكهربيه هنتكلم عنها دلوقتي، حاجه اسمها التوازن الحمضي القاعدي، وحاجه اسمها التميؤ. التميؤ ده هنقوله الصفحه اللي بعدها اهو، هنتكلم عنه في الصفحه اللي بعد كده. اللي هنتكلم عنه في الصفحه دي دلوقتي هي السالبيه الكهربيه والتوازن الحمضي القاعدي. تعال نتكلم على التوازن الحمضي القاعدي ببساطه شديده جدا. ايه بقى حوار التوازن الحمضي القاعدي ده؟ تعالى يا باشا بسرعه كده نقوله. الموضوع ببساطه شديده ان احنا عملنا مقياس اسمه مقياس pH او مقياس الأس الهيدروجيني، مقياس the power of hydrogen، الأس الهيدروجيني او القوة الهيدروجينية. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه ببساطة ان انا لو عايز اوصف وسط معين، عايز اقول هو وسط حمضي ولا وسط متعادل ولا وسط قاعدي، اعمل ايه؟ قالك انت هتديله رقم من 0 لحد 14. الرقم ده لو من 0 لحد 7 يبقى انت كده بتتكلم على وسط حمضي. من 0 ل7 انت بتتكلم على وسط حمضي، من 7 ل14 انت بتتكلم على وسط قاعدي. طب لو 7 بس كده يبقى الوسط ده وسط متعادل. يبقى انا عايز اوصف وصف معين لوسط، عايز اقول ان الوسط ده وسط حمضي، عايز اقول ان الوسط ده وسط حمضي، اديله رقم من 0 ل7. طب اديله رقم على انهي اساس؟ يعني ليه مثلا اديله مثلا 1 او اديله 3 او اديله 6؟ على انهي اساس؟ قال لك لو الوسط ده وسط حمضي قوي ياخد 0، ياخد 1، ياخد 2، ياخد 3، ياخد الارقام اللي في الاول دي. طب لو وسط حمضي بس حمض ضعيف ياخد 6، ياخد 5، ياخد الارقام اللي في الاخر دي. يبقى انا هديله رقم على اساس هو حمض قوي ولا حمض ضعيف. لو حمض قوي 1 او 2 او 3 او 0 اللي هو الارقام اللي في الاول دي، لو حمض ضعيف هياخد 6، هياخد 6.5، هياخد 5، هياخد 4.5 كده. يعني حلو كده، جميل. يبقى انا عرفت انا هوصف الوسط اذا كان حمضي او قاعدي ازاي. والله هو لو حمضي هياخد من 0 ل7، لو حمضي قوي يبقى 0 1 2 3، لو حمضي ضعيف يبقى ياخد 5 6 6.5. طب لو 7 يبقى متعادل. الوسط ده وسط متعادل، لا بيحمر ورقة عباد الشمس ولا بيزرق ورقة عباد الشمس، هو وسط متعادل. طيب من 7 ل 14 هو وسط قاعدي. القاعدة القوية تبقى 14 13 12، يعني على الأطراف خالص، على الطرف ده وعلى الطرف اللي في الآخر
الطرف ده هو، الطرف ده اللي على اليمين ده هو، ده عنده الاحماض القويه، والطرف اللي على الشمال خالص ده هو اللي فيه القواعد القويه. الطرف اليمين احماض قويه والطرف الشمال قواعد قويه. طب في النص وسط متعادل والقريبين منه من اليمين ومن الشمال هي احماض ضعيفه وقواعد ضعيفه. ما فهمتش صح؟ جاتك 60 نيله. حبيبي انا بدي رقم من 0 لحد 14. 0 1 2 3 دي احماض قويه. 4 5 6 دي احماض ضعيفه. 7 ده وسط متعادل. 8 9 10 دي قواعد ضعيفه. 11 12 13 14 ده قواعد قويه. يبقى اللي هنا دي احماض قويه، اللي هنا دي قواعد قويه. طب اللي في النص متعادل والقريب منه يمين وشمال هي قواعد ضعيفه واحماض ضعيفه. حلو. تعالى يا معلم، بيقول لك يا سيدي الوسط لو حمضي يبقى عامل ازاي، لو متعادل يبقى عامل ازاي، يبقى لو قاعدي يبقى عامل ازاي. هو هنا عاملها لك اهو برسم بشكل زي اللي انا كنت رسمه. لو 7 يبقى متعادل تروح يمين لحد ال 14، وانا عاملها بالعكس، هنا يمين لحد ال 14 او شمال لحد الصفر. اللي عند الصفر هي الاحماض القويه، اللي عند ال 14 هي القواعد القويه، واللي حوالين السبعه هي الضعيف، سواء قاعده ضعيفه او حمض ضعيف. حلو كده. طيب هو المحلول امتى يكون حمضي؟ لما يكون تركيز ال H فيه اكتر من تركيز ال OH. ما هو جوه نفس المحلول، جوه نفس لا، عندي كوبايه اهي، كوبايه اهي، الكوبايه ده اهي عندي فيها احتمال من اتنين، يا اما يكون فيها تركيز ال H هو اللي كتير او تركيز ال OH هو اللي كتير. لو تركيز ال H هو اللي كتير يبقى المحلول ده حمضي، لو تركيز ال OH هو اللي كتير يبقى المحلول ده محلول قاعدي. طب لو الاتنين بيساووا بعض يبقى المحلول ده محلول متعادل. فالمحلول الحامضي بيكون تركيز ال H فيه كبير، المحلول القاعدي بيكون تركيز ال OH فيه كبير، المحلول المتعادل بيكونوا الاتنين في قد بعض. وعلى مقياس البي اتش السبعة متعادل، وكل ما رحت ناحية ال 14 تبقى قواعد قوية، كل ما رحت ناحية الصفر تبقى الأحماض قوية، والقريب من السبعة دايما ضعيف، القريب من السبعة دايما ضعيف. يمكن التعرف على درجة الحموضة أو القاعدية للمحلول من خلال معرفة الرقم الهيدروجيني بي اتش للمحلول، والذي يعبر عن درجة حموضة أو قاعدية عن طريق تركيز أيون الهيدروجين. فهو بيقول لي يا باشا شوية جدول اهو بسيط خالص، بيقول لي في قيمة بي اتش لبعض المصادر المختلفة. والله مية البحر ممكن البي اتش بتاعها يبقى 7.5 إلى 8.4. طب ده على أساس إيه؟ ثانية واحدة الأول، هو 7.5 و8.4 ده حمضي ولا قاعدي يا ولد؟ قاعدي يا مستر. ليه؟ لأنه أكبر من 7 يا ولد، وقاعدي ضعيف. برافو عليك، هو قاعدي ضعيف لأنه قريب من السبعة. طب هو ليه من 7.5 ل 8.4؟ يعني ليه هنا في الحتة دي؟ قال لك اعتماد على المنطقة الجغرافية اللي بيقع فيها البحر والعوامل المحيطة بيه. أصل ممكن المنطقة الجغرافية والعوامل دي تزود نسبة القاعدية أو تقلل نسبة القاعدية. تاني حاجة الماء العذب اللي احنا بنشربه، المية بتاعت الكوباية اللي احنا بنشربها، كوباية الماء اللي احنا بنشربها بتكون من 6.5 ل 8.5. ايه ده يا مستر؟ يعني حوالين السبعة، تبقى أكتر من السبعة شوية أو أقل من السبعة شوية. يعني ممكن تبقى حمضية أو قاعدية، وممكن تبقى سبعة يعني تبقى متعادلة. الماء المقطر او النقي، الماء اللي احنا بنستخدمه في المعامل، ماء نقي تماما مش دايب فيه اي حاجه خالص، مفيش فيه اي املاح، هو متعادل البي اتش بتاعه بيساوي 7، لانه بيكون خالي من اي شوائب وايونات ممكن تخلي الحموضه بتاعته تتغير. طب المياه الجوفيه، المياه الجوفيه ممكن تبقى اكبر من او تساوي السبعه، يا اما 7 يا اما اكبر من السبعه، يعني قاعديه لو اكبر من السبعه او متعادله لو 7. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ذوبان كربونات فيها. كربونات ايه بقى؟ كربونات كالسيوم او كربونات مغنيسيوم، كربونات كالسيوم او كربونات مغنيسيوم. طب السحب يا ولا اللي بتكون الامطار، مش كنا بنقول من شويه انها ممكن تكون امطار قول امطار حمضيه، ممكن تكون امطار حمضيه. يعني اكيد لازم البي اتش بتاعها يكون 4.5
او 5.8. هي راحت فين؟ 5.8 من 10 يا اولاد، 5.8 من 10. يعني لازم تكون البي اتش بتاعتها اقل من السبعه، يعني لازم تكون حمضيه. ليه حمضيه قليله؟ ليه؟ بسبب وجود غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات الحمضيه الثانيه اللي بتكون حاجه اسمها الامطار الحمضيه يا مستر. يلا يا باشا جدول تاني، جدول تاني، يلا عشان نحفظه سوا، يلا عشان نحفظه سوا. قول معايا: ميه البحر يا استاذ من 7.5 ل 8.4 هي قاعديه، صح؟ ليه قاعديه؟ على اساس ايه؟ على اساس المنطقه الجغرافيه والظروف المحيطه بيها. طب الميه العذبه ولا ممكن تبقى من 6.5 ل 8.5 حمضيه او متعادله او قاعديه. اصل من 6.5 ل 8.5 ممكن تبقى 6.5 يعني حمضيه، 7 يعني متعادله، اكتر من 7 يعني قاعديه. الماء المقطر بيبقى 7 بس متعادل لانه خالي من كل الشوائب والايونات. طب الميه الجوفيه ممكن تبقى 7 او اكبر من 7 يعني متعادله او قاعديه، لان بيكون فيها 2 كربونات. كربونات ايه وايه؟ كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم، كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم، كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم. اما السحب من 4.5 ل 5.8 من 10 ده معناه انها حمضيه. ليه؟ بسبب ذوبان شويه مواد حمضيه فيها زي ثاني اكسيد الكربون اللي بيكون الامطار الحمضيه. حلو. هتسمع كلامي؟ هتسمع كلامي؟ وقف الفيديو، وقف يا واد الفيديو دلوقتي يا ولا، يلا وقف الفيديو دلوقتي واحفظ الجدول ده لوحدك. وقفتوش ليه يا ولا؟ يا ما تتعبنيش معاك، وقف الفيديو يا حبيبي، وقف الفيديو يا حبيبي. ربنا يهديك، ربنا يهديك يا رب، بحق يا النبي، يا رب اشوفك راجل هادي كده وعاقل وراسي. قلنا ايه في الصفحه دي؟ قلنا ايه في الصفحه دي؟ ما قلناش لسه حاجه، يا نهار ابيض والله ما قلنا حاجه. الخواص الكيميائيه للميه قلنا فيها التوازن الحمضي القاعدي، عرفتك يعني ايه بي اتش، وعرفنا ان السبعه متعادل، ان الصفر والواحد والاثنين حمض قوي، ان ال 13 وال 14 قواعد قويه، والقريب من السبعه بيكون ضعيف، قريب من سبعه ضعيف، سواء قواعد ضعيفه او احماض ضعيفه. الحمض حمضي بسبب ان الاتش كتير، القاعدي قاعدي بسبب ان الاو اتش كتير، المتعادل الاو اتش بتساوي الاتش. صح؟ صح. قيمه البي اتش من بعض المصادر من الطبيعه حضرتك المفروض تحفظها زي اسمك، حفظتهم لما انت وقفت الفيديو. انت وقفت الفيديو صح؟ انا واثق فيك. طيب ازاي يا استاذ قال لك نحافظ على الميه والكائنات الحيه؟ شويه كلام عبيط زي اتباع الممارسات السليمه للتخلص من النفايات. ما نرميش النفايات في الميه، ما نرميش النفايات بتاعه المصانع والمواد الكيميائيه في الميه. لا يا باشا، نحاول ايه؟ نحاول نتخلص من النفايات بطرق سليمه يعني. ومراقبه مستوى الملوحه في الماء عن قرب، يعني نشوف ملوحه الميه بتزيد ولا ما بتزيدش ونتابع الموضوع ده. ليه؟ لان متابعه الشيء ده هيفهمنا اذا كان في شوائب في الميه ولا ما فيش. ومراقبه التغيرات في التركيب الايوني داخل مسطحات المياه الطبيعيه، يعني نراقب الاتش والاو اتش هل هم موزونين بشكل طبيعي في المحيطات ولا لا، لان لو تركيزهم زاد او قل عن الطبيعي ده معناه ان في شيء غلط. حلو كده؟ بيقول لك هنا ان انا عندي اجهزه لقياس البي اتش، حاجه اسمها شرائط الاختبار وحاجه اسمها اجهزه القياس. مش عايزك تعرف اي حاجه غير اسمائهم بس، حاجه في قمه البساطه. شريط الاختبار ده اهو، لو احمر يبقى انت بتتكلم على وسط حمضي، لو ازرق يبقى انت بتتكلم على وسط قاعدي. زي ورقه عباد الشمس، كنت خدتها في الابتدائي ان ورقه عباد الشمس بتبقى حمراء في الوسط الحمضي وزرقاء في الوسط القاعدي بس. وجهاز القياس ده يا سيدي ديجيتال، بيطلع لك الرقم ده اهو ديجيتال، يقول لك والله البي اتش بتاعت المكان ده 6.2 من 10، بيطلعها لك بالظبط. حلو حلو كده، الحمد لله احنا خلصنا جنب التوازن الحمض القاعدي. تعال نروح لمين؟ للسالبيه الكهربيه. الحته دي كنا احنا شرحناها بذمه قوي في الحصه، وشرحناها بذمه قوي واحنا بنتكلم في مراجعه نوفمبر. تعال نقولها تاني يا باشا ببساطه شديده جدا. انت عندك جزيء اسمه جزيء الميه، بيتكون من H2O. H2O ده اهو يعني O مربوطه بربطتين مع الاتش والاتش. الاتش والاتش دول مربوطين مع الميه بروابط اسمها الروابط التساهميه. ايوه، يعني ايه روابط تساهميه؟ روابط تساهميه يعني مفيش ذره تفقد الالكترونات وذره تانية تكتسبها، ما عندهاش الكلام ده. مفيش حد بيفقد وحد بيكتسب، ده هم بيخمسوا بيشاركوا في الالكترونات. فالاو والاتش والاتش مالهم يابا؟ بيساهموا في الالكترونات. الاو عندها اكتب سالبيه، مش عارف الشاشه بتلعب كده ليه، يا رب ماشي. عندها سالبيه كهربيه عاليه.
اما الاتش والاتش عندها سالبيه كهربيه منخفضه. يعني ايه سالبيه كهربيه؟ مش احنا قلنا ان الاو ده هو يا صاحبي بيتشارك مع الاتش، بيتساهم مع الاتش، مشارك الاتش في مشروع كده شويه الكترونات. قال لك الاو ده هي بنت كلب طماعه بتشد الالكترونات ناحيتها هي اكتر. الاو ده هي بتشد الالكترونات ناحيتها اكتر. لما انا بص لي، انا شد الالكترونات ناحيتي، يبقى انا بقى عندي شحنه سالبه جزئيه. اما الهيدروجين ده والهيدروجين ده، لان هم فقدوا الالكترونات، هم مش فقدوها، هم يعني ايه، الالكترونات بعدت عنهم شويه فيكتسبوا شحنه موجبه جزئيه. الشيء ده حاصل بسبب السالبيه الكهربيه العاليه بتاعه الاكسجين. يعني ايه سالبيه كهربيه اصلا؟ يعني قدره ذره الاكسجين على انها تشد الالكترونات. ده الاكسجين دي طلعت بنت جزمه بتعرف تشد الالكترونات ليها كويس، فلانها شدت الكترونات الرابطه عندها هي اكتر فاكتسبت شحنه سالبه جزئيه، والهيدروجين اكتسب شحنه موجبه جزئيه. نقولها تاني، ادي الاكسجينه وادي الهيدروجينه وادي الهيدروجينه مربوطين مع بعض، لا اله الا الله، مربوطين مع بعض مش مشكله بروابط تساهميه. هذه الروابط التساهميه المفروض الالكترونات فيها بتتشارك فيها الهيدروجين والاكسجين، دول مشاركين بعض في الالكترونات. تقوم الاكسجينيه لانها طماعه تشد الالكترونات ناحيتها هي اكتر، فالاكسجينه شدت الالكترونات عندها هي اكتر فاكتسبت شحنه سالبه جزئيه. اما الهيدروجين لان الالكترونات جريت منه مشيت من عنده فيكتسب شحنه موجبه جزئيه. هو ده يا استاذ اللي اسمه سالبيه كهربيه. ايه السالبيه الكهربيه؟ هي قدره الذره على جذب الالكترونات بتاعه الرابطه الكيميائيه ناحيتها. تأثير اختلاف السالبية الكهربية الأكسجين والهيدروجين على جزيء الماء، إيه اللي حصل؟ نتيجة إن الأكسجين هو اللي عنده سالبية كهربية عالية فهو اللي بيشد الإلكترونات عنده هو أكتر، يتسبب الاختلاف في السالبية الكهربية للأكسجين والهيدروجين الأكثر سالبية عن الهيدروجين. الأكسجين هو الأكثر سالبية عن الهيدروجين، فساعتها يا استاذ الاقل سلبيه في قدره ذره الاكسجين على جذب الكترونات الرابطه ناحيتها اكتر، فده بيكون شحنتين سالبتين جزئيتين على الهيدروجين. الهيدروجين ده يكتسب شحنه سالبه والهيدروجين ده يكتسب شحنه سالبه، وطبعا الاكسجين يكتسب شحنه العبط ده شحنه موجبه وموجبه، والاكسجين هو اللي يكتسب شحنه سالبه. شحنتين سالبتين جزئيتين على ذرة الأكسجين وشحنة موجبة جزئية واحدة على كل ذرة هيدروجين. يعني زي ما بقول لك ده هو يكتسب موجب ده يكتسب موجب وده تكتسب شحنة سالبة. ما فهمتهاش؟ ما فهمتهاش؟ أعيد لك تاني. فاكر يا صديقي هناك التوازن الحمضي القاعدي؟ فاكر لما كنا بنقول إن في حاجة اسمها الوسط الحمضي اللي بيكون فيه الهيدروجين أكتر، المتعادل بيكونوا قد بعض، والقاعدي اللي بيكون إيه؟ الأو اتش فيه أكتر. طب فاكر يعني إيه بي اتش؟ فاكر مين اللي بيكون حمضي قوي من اللي بيكون قاعدة قوية؟ الحمض القوي عند الصفر والواحد والاثنين، القاعدة القوية عند 12 13 14، والمتعادل 7 وحوالين السبعة ضعيف، صح؟ وبعد كده خدنا قيمه بي اتش اللي موجوده عند دول. انت زهقت مني ولا ايه؟ طول بالك. بعد كده اتكلمنا عن مين؟ عن السالبيه الكهربيه. رحنا هناك وقلنا ان انا عندي ذره اكسجين وذره هيدروجين وذره هيدروجين، فينا اهو رابطه تساهميه بين ده وده. الرابطه التساهميه دي يا صاحبي المفروض فيها ان هم بيخمسوا في الالكترونات، بيشاركوا في الالكترونات، بس الاكسجينه طلعت طماعه شدت الالكترونات ناحيتها هي اكتر، بالتالي اكتسبت هي شحنه سالبه ودول اكتسبوا شحنه موجبه. صح. عايز اعرفك بسرعه ان ما بين الاثنين دول، ايوه الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول المفروض ان هم رابطتين تساهميتين، الزاويه ما بينهم 104.5 درجه، مهمه جدا وبتيجي دايما في الاسئله. رسم جزيء الماء، قال لك يا سيدي بص اهو، ده انت لما تيجي ترسم جزيء الماء قال لك بس انا شايف الجزيء مش مستقيم. ليه؟ لان الزاويه بين الرابطتين في جزيء الماء 104.5. الخلاصه كده جزيء الماء يعتبر جزيء قطبي. ليه جزيء قطبي يا حبيبي؟ لان عنده الاكسجين عنده شحنه سالبه جزئيه، وده عنده شحنه موجبه وده عنده شحنه موجبه، وطبعا الزاويه ده اهي 104.5 درجه اللي ما بين الرابطتين. قطبيه الماء دي بقى لازمتها ايه؟ قطبية المية يا أستاذ بتكون روابط اسمها الروابط الهيدروجينية. إزاي تحديدا؟ شرحناها هناك في حصة الشرح. عايز تسمعها روح اسمعها في حصة الشرح بالتفصيل، أو روح الحصة بتاعت مراجعة نوفمبر هسيبها لكم والله في الديسكريبشن، ماشي؟ لو عايزين تتفرجوا على الجزئية دي تاني بالتفصيل. لكن
دلوقتي انا عايز المفيد. المفيد ايه؟ ان هذه القطبيه كونت حاجه اسمها الروابط الهيدروجينيه، وكونت القطبيه ده خلت الميه مذيب جيد للمركبات. بالتالي انا قلت البق ده في اول الحصه، فاكر في اول الحصه لما قلنا ان الميه مذيب جيد ليه؟ لانها قطبيه، يعني عندها اتش موجب وعندها او اتش سالب. فلما عندها الاتش والاو اتش عندها الشيء اللي انا بكلمك عنه ده، فلان الميه عندها الشيء ده بتقدر انها تذوب كتير من المواد. اول ياض مش دي اول كلمه قلتها في الحصه؟ انا اهو وانا بكلمك عن الماء سائل شفاف ومش عارف ايه، قلت لك ان الميه عندها القدره انها تذوب حاجات كتير قوي، صح؟ فقدرتها على انها تذوب الحاجات الكتير ده جت من قطبيه الميه. طيب الروابط الهيدروجينيه دي بقى قال لك ليها لازمه. ازاي كونت الرابطه الهيدروجينيه؟ الرابطه الهيدروجينيه دي اتكونت نتيجه ان الماء جزيء قطبي، نتيجه السالبيه الكهربائيه اللي حصلت هنا. السالبيه الكهربائيه ده هي بتاعت الاكسجين والهيدروجين. الاكسجين اكتسب شحنه سالبه، وده اكتسب شحنه موجبه، وده اكتسب شحنه موجبه. لما انا يبقى عندي مركب يا صاحبي في حته موجب وحته سالب، فالجزيء ده اهو اسمه جزيء قطبي. جزيء قطبي عنده قطبين، قطب موجب وقطب سالب، صح؟ صح، برافو عليك. فالقطبيه ده اهي كونت حاجه اسمها الروابط الهيدروجينيه. الروابط الهيدروجينيه دي بقى هي اللي خلت الميه تغلي عند 100 درجه مئويه، بدليل ان في مركبات تانية ما عندهاش هذه القطبيه بتغلي عند اقل من كده بكتير، زي كبريتيد الهيدروجين اللي بيغلي عند سالب 61 درجه مئويه. قال لك تكوين الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء تعمل على جعل الماء في صوره سائله ورفع درجه غليانه الى 100 درجه مئويه، بعكس المركبات الاخرى المماثله ليها زي كبريتيد الهيدروجين H2S اللي ما عندوش روابط هيدروجينيه، بالتالي بيغلي عند سالب 61 درجه مئويه. انا قلت ايه هنا؟ قلت ان هو يا جدعان يعني ايه سالبيه كهربيه، وعرفنا السالبيه الكهربائيه دي عملت ايه في الاكسجين والهيدروجين. فالاكسجين اكتسب شحنه سالبه ودول اكتسبوا شحنه موجبه. ليه؟ لان الاكسجين كان طماع، شد الالكترونات عنده هو اكتر، فالاكسجين اكتسب شحنه سالبه والهيدروجين شحنه موجبه، فده عمل قطبيه عند الميه، خلى فيه جزء سالب وجزء تاني موجب. الجزء السالب والجزء الموجب ده هو اللي عمل القطبيه، صح؟ الاول بس عرفنا ازاي بنرسم جزيء الميه والزاويه 104.5 مهمه، وبعد كده قال لي ان القطبيه ده اهي مفيده في ان الميه بقت جزيء قطبي بيغلي عند 100 درجه مئويه بفعل الروابط الهيدروجينيه اللي اتكونت عنده. الروابط الهيدروجينيه دي اتكونت ازاي؟ روح اعرف هناك في الحصه بقى بتاعت الشرح، دلوقتي مفيش وقت. الروابط الهيدروجينيه اتكونت بسبب قطبيه الميه. طب قطبيه الميه لما كونت روابط هيدروجينيه ده عمل ايه؟ خلى الميه تغلي عند درجه حراره 100 درجه مئويه، بدليل ان لما جبت حد تاني ما عندوش روابط هيدروجينيه، ما عندوش قطبيه عاليه، زي مين؟ زي H2S كبريتيد الهيدروجين، كان بيغلى عند سالب 61. تخيل الميه بتغلى عند 100، ده بيغلى عند سالب 61. تخيل قد ايه الجزيء ده بيغلي في درجه حراره منخفضه. كلام جميل، جميل جدا. قال لك كمان القطبيه ده ايه؟ القطبيه بتاعت الاملاح زي المركبات الايونيه والسكر مركب تساهمي قطبي، حيث تعمل جزيئات الماء على فصل ايونات الملح الموجبه عن الايونات السالبه وتحيط بيهم مش عارف ايه، فبتؤدي لايه؟ لذوبان الاملاح. تعالى بقى نتكلم عن الذوبانيه دي ونتكلم عن القصه بتاعت التميؤ دي بالتفصيل هنا اهو. صح معايا وركز، والله العظيم 3 كلام في قمة البساطة. طيب بالنسبة بقى لجزئية التحلل المائي يا صديقي، فالكلام فيها كلام بسيط. في منهجنا الكلام هنا كلام مباشر جدا 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 جدا. لو حضرتك فاكر من شوية أنا كنت بكلمك عن يعني إيه وسط حمضي، ويعني إيه وسط قاعدي، ويعني إيه وسط متعادل، وكنت بكلمك عن إن لما الاتش بيكون أكتر، الاتش أكتر يبقى الوسط حمضي، ولو الأو اتش كان أكتر يبقى الوسط قاعدي، ولو الاتش بتساوي الأو اتش يبقى الوسط متعادل. فاكر حاجة زي كده؟ اديني دلوقتي بقى جاي اقول لك ايه؟ جاي اقول لك ان انا عندي تعريف عن يعني ايه احماض ويعني ايه قواعد ببساطه شديده خالص. ايه الحمض؟ يعني ايه حمض؟ الحمض ده يعني HCl مثلا، يعني H2SO4 مثلا. H2SO4 ده معناه ان الحمض بيتكون من H وحاجه، صح؟ HCl H2SO4، ف H وحاجه H اهو، واداك يعني اتش اكس اللي هو اتش موجب يعني واكس سالب اللي هو HCl H2SO4. طب يعني ايه قاعده؟ القاعده دي زي مثلا NaOH، فهي Na وOH، فحاجه مرتبطه بالOH، صح كده؟ هي دي القواعد وهي دي الاحماض. حلو يا صديقي. الاحماض عندي
في منها احماض قويه وفي منها احماض ضعيفه. فوق على مقياس البي اتش كنا احنا بنقول باين ان البي اتش ده ممكن يكون 14، يعني قاعده قويه، ممكن يكون صفر او واحد، ده معناه ان هو حمض قوي صح، واللي حوالين السبعه بيكون ايه؟ بيكون ضعيف. فانا عارف ان في حاجه اسمها احماض قويه وحاجه اسمها احماض ضعيفه، في حاجه اسمها قلويات قويه وفي حاجه اسمها قلويات ضعيفه. يعني ايه احماض قويه يا صاحبي؟ ايه الحمض القوي ده؟ ببساطه شديده، التعريف ده مش عندك في المنهج بس هتعرفه يعني غلاسه مني. الأحماض القوية هي أحماض تامة التأين في المية. يعني إيه تامة التأين في المية؟ يعني حمض مثلا زي HCl ده حمض قوي، لما أنت بتدوبه في المية، هات ال HCl حطه في المية، تلاقي ال HCl ده عبارة عن H موجب لوحده و Cl سالب لوحده، لأنه حمض قوي فهو بيتفكك بيتأين تماما في المية، فهو تام التأين في المية، ويوجد في المحاليل في شكل أيونات موجبة وسالبة. أما الأحماض الضعيفة فهي مثلا زي H2CO3. H2CO3 ده بيتوجد في المية ازاي؟ أيوة مثلا عارف H2 لوحده و CO3 لوحده، صح؟ غلط، هتلاقي ال H2CO3 موجود على بعضه جزيء على بعضه داخل المية، يعني ما بيتفككش، غير تام التأين في المية، يعني بيوجد في المحاليل في شكل جزيئات. يبقى الأحماض القوية بتوجد في شكل أيونات، الأحماض الضعيفة بتوجد في شكل جزيئات. الأحماض القوية بيتوجد فيها اتش لوحدها وسي ال لوحدها، الأحماض الضعيفة بيكون المركب كله موجود على بعضه. نفس الكلام بينطبق على القلويات أو القواعد. القواعد في منها القوي في منها الضعيف. القوي برضه بيتوجد شكل ايونات لانه تم التأين، زي NaOH ده اهو بيبقى موجود Na لوحده والاو اتش لوحده، ده لوحده وده لوحده موجود في الميه. حلو. اما NH4Cl مثلا، NH4Cl عباره عن ايه؟ عباره عن NH4Cl على بعضها في الميه، مش بيتفكك ولا بيتأين. يبقى ده ما بيتفككش انما ده بيتفكك. حلو. ايه يحصل بقى لو انا فعلت حمض من دول مع قاعده من دول؟ والله اشهر تفاعل موجود عندنا في الكيمياء ان الحمض لما بيتفاعل مع القاعده بيديني ملح وبيديني ميه، حمض وقلوي يدينا ملح وميه، التفاعل ده اسمه تعادل. احنا بقى جايين النهارده نتكلم على التميؤ اللي هو عكس التعادل، اللي هو بيحصل فيه ايه بقى؟ قال لك اللي بيحصل فيه ان الملح يا استاذ زائد الميه يا استاذ، يعني تجيب الملح تدوبه في الميه، يديني ايه ساعتها؟ يديني حمض ويديني قلوي. صلى على النبي. انا عندي كام احتمال يا استاذ؟ عندي كام احتمال يا استاذ يا محترم؟ قال لك والله انا عندي 4 احتمالات. يا اما الحمض ده يبقى قوي والقلوي كمان يبقى قوي، او الحمض يبقى ضعيف والقلوي يبقى ضعيف، او الحمض يبقى قوي والقلوي هو اللي ضعيف، او الحمض يبقى ضعيف والقلوي هو اللي يبقى قوي. دول الاربع احتمالات اللي عندي، يا اما الاثنين اقوياء يا اما الاثنين ضعاف. لو الاثنين كانوا اقوياء او الاثنين كانوا ضعاف، الملح اللي بيتكون اللي بيتكون بسببهم، اللي مش احنا قلنا الحمض والقلوي بيتفاعلوا بيدونا ملح وميه؟ او لما القلوي الحمض يبقى قوي والقلوي يبقى قوي، او الحمض ضعيف والقلوي ضعيف، يبقى الملح ده اسمه ملح متعادل. طيب لو الحمض كان قوي والقاعده هي اللي ضعيفه، الحمض قوي والقاعده ضعيفه، الحمض هو اللي قوي يا ولا، يبقى الملح ده اسمه ملح، ايوه حمضي. طب لو الحمض كان ضعيف والقلوي هو اللي قوي، يبقى الملح ده اسمه ملح قلوي او ملح قاعدي. فالاملاح عندي 3 انواع، اما املاح متعادله او املاح قوي او املاح سوري قلويه او املاح حمضيه. الملح يا اما يكون متعادل يا اما يكون ملح حمضي يا اما يكون ملح قاعدي. حلو. بيقولها لي هنا اهو، بيقول لي يا استاذ انا عندي الناتج لو كان الملح المشتق من حمض قوي وقاعده قويه، ده قوي وده قوي، يبقى الملح متعادل. طب لو كان الحمض ضعيف والقاعده ضعيفه يبقى متعادل برضه. طب لو كان الحمض قوي والقاعده هي اللي ضعيفه، حمض قوي وقاعده ضعيفه،
يبقى الملح اسمه محلول ايه؟ محلول حمضي. طيب لو كان الحمض ضعيف والقاعده هي اللي قويه، يبقى المحلول هيكون محلول قاعدي يا محترم. يبقى انا عرفت ان الملح اللي بينتج من تفاعل التعادل، اللي هو بينتج من تفاعل حمض مع قلوي، ممكن يكون متعادل، ممكن يبقى حامضي، ممكن يبقى قاعدي. يبقى متعادل لو الاثنين اقوياء او الاثنين ضعاف. اما لو الحمض اقوى من القاعده يبقى الملح حامضي، لو القاعده اقوى من الحمض يبقى الملح قاعدي. بس يا استاذ فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ جميل قوي. اعرف منين بقى يا مستر؟ اعرف منين يا مستر اذا كان الحمض قوي ولا القلوي ولا قوي؟ اعرف ازاي؟ انا مش عايزك تعرف، انا عايزك تعرف اللي عندك في المنهج وبس. اللي عندك في المنهج هم 3 املاح ما لهمش رابع. 3 املاح بس يا صاحبي اللي في الدنيا اللي عندك في المنهج. مين هم؟ NaCl و NaHCO3 و NH4Cl. ال NaCl ده متعادل. متعادل يعني ايه؟ يعني ناتج من شقين، يا اما الاثنين اقوياء يا اما الاثنين ضعاف. او ال NaCl ده جاي من ال NaOH وال HCl، اللي هو جاي يعني من حمض قوي وقاعده قويه، ده معناه ان هو متعادل. اما ال NaHCO3 فهو ايه؟ فهو ملح، اكتب قاعدي. ده معناه ان الوسط، ان اللي هو جاي منه اصلا قاعدة قوية والحمض هو اللي ضعيف. أما NH4Cl فهو ملح حمضي. ملح حمضي يعني إيه؟ يعني ناتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة. ده اللي عايزك تعرفه من كل الهري ده. بس أسألك أنا بقى، لو الملح ده يا باشا ملح قاعدي، يبقى لو انا دوبت الملح ده ال NH4Cl ال NaHCO3 ده اهو، لو دوبت ده يا جدعان في الميه، مين هيكون اكتر، ال OH ولا ال H؟ حضرتك عارف بما انه ملح قاعدي يبقى ال OH هتكون اكتر من ال H. طب الحمض ده اهو، لا ال H يا مستر هو اللي هيكون فيه اكتر. طب المتعادل الاثنين هيكونوا بيساووا بعض. ده الكلام اللي احنا قلناه وراه. يبقى انا عايزك تعرف اسامي ال3 املاح، اللي هو بيكربونات الصوديوم NaHCO3، NaCl اللي هو ملح الطعام كلوريد الصوديوم، وكلوريد الامونيوم اللي هو NH4Cl. عايزك تعرف اسامي ال3، وتعرف ان ده حمضي، وتعرف ان ده متعادل، وتعرف ان ده قاعدي. القاعدي عنده ال OH اكتر من ال H، المتعادل عنده الاثنين قد بعض، الحمضي عنده ال H اكتر. بس عرفت الكلمتين دول؟ حلو قوي يا باشا، كتر الف خيرك، مش عايز اكتر من كده. كمان عارف حضرتك الكلام ده اهو، ان اكيد ورقه عباد الشمس هتبقى في الوسط القاعدي اللي هو ملح قاعدي، هيبقى الورقه بتاعت عباد الشمس هتلون باللون الازرق، انما هتلون باللون الاحمر عند الملح الحمضي، وهتفضل بلونها زي ما هي متعادله، لن يتغير لونها عند ال NaCl لانه ملح ايه؟ ملح متعادل. تاني اخيرا، الصفحه ده خلاصتها ايه يا مستر عشان انا زهقت؟ الصفحه ده بيعرفك فيها يعني ايه حمض ويعني ايه قلوي. الحمض بيتكون من اتش حاجه، HCl H2CO3 او H2SO4 ايا كان، يعني هو بيتكون من اتش وحاجه يعني. اما القاعده فهي بتتكون من NaOH، بتتكون من مثلا CaOH2، اللي هو بتتكون يعني من حاجه وOH. صح؟ ممكن تبقى احماض قويه، في منها في احماض بتبقى اسمها احماض قويه، في احماض اسمها احماض ضعيفه، في قلوات اسمها قلوات قويه، في قلوات اسمها قلوات ضعيفه. عرفت خلاص دول؟ طب عرفت ايه القوي هو اللي تام التأين في الميه، يعني الاتش عنده بيكون منفصل عن Cl، اما الضعيف بيكونوا الاثنين مرتبطين مع بعض. القواعد عنده القوي برضه بيكون متأين تماما، يعني هما الاثنين منفصلين عن بعض، اما الضعيف بيكونوا كله على بعضه في مركب واحد اسمه جزيء الملح. حلو. ماله بقى يا استاذ؟ قال لك التحلل المائي ده اهو اللي بيحصل للاملاح. الاملاح اللي ممكن تكون منها الاملاح القاعديه، منها الاملاح المتعادله، منها الاملاح الحمضيه. الحمض ده هيكون عنده تركيز الاتش اعلى، القاعد ده هيكون عنده تركيز الاو اتش اعلى، المتعادل هيبقى عنده الاثنين بيساووا بعض. صح؟ طيب لما ده قاعدي يبقى هيزرق ورقه عباد الشمس، لما اللي هناك ده حامضي هيحمر ورقه عباد الشمس، اما المتعادل مش هيأثر عليها. بس خلاص. صح؟ انا عندي 4 احتمالات. الملح يبقى قاعدي اصلا لو ناتج من تفاعل حمض ضعيف مع قاعده قويه، يبقى الملح حمضي لو الحمض كان قوي وقاعده ضعيفه. لو الاثنين اقوياء يبقى الملح متعادل، لو الاثنين ضعاف يبقى الملح متعادل. هو ده اللي احنا اتعلمناه في هذه الصفحه التعيسه. حلو يا استاذ. ندخل بعد كده على مين بقى يا استاذ؟ ندخل بعد كده على اخر جزئيتين معانا في الحصه، حاجه اسمها الخواص الفيزيائيه للماء، وحاجه اسمها الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. كلمتين خفاف هنقولهم بسرعه وننهي حصه النهارده على كده ان شاء الله. هنتكلم عن الخواص الفيزيائيه للميه، والخواص الفيزيائيه للميه تتمحور حول كلمه واحده بس اسمها الكثافه.
يعني ايه كثافه؟ الكثافه تعرفها هي كتله وحده الحجم من الماده. يعني ايه؟ يعني وحده الحجم من الماده اللي هي اللتر، يعني كتلتها قد ايه. القلم ده كثافته كبيره او كثافته منخفضه؟ كثافته كبيره. يعني ايه؟ يعني كتلته مقارنه بحجمه، كتلته مقارنه بحجمه كبيره، ده معناه ان كثافته كبيره. كثافته قليله يعني كتلته مقارنه بحجمه والله قليله، يعني حجمه كبير اهو بس كتلته خفيفه خالص، ده معناه ان كثافته قليله. حلو. القانون بتاعه بيقول ايه؟ القانون بيساوي الكثافه يا استاذ بتساوي الكتله على الحجم، فاحنا بنعملها في شكل المثلث الجميل ده اهو. ام بتساوي او ام فوق في راس المثلث وتحت الرو الفي. يعني هو لو طلب مني الرو اللي هي الكثافه فبتساوي ام على في، ام اللي هي الكتله وفي اللي هي فوليوم الحجم. حلو. طيب لو هو طالب الام اللي هي الكتله تضرب الحجم في الكثافه. طب لو هو طالب الحجم تقسم الكتله على الكثافه. بس يا استاذ ايه العوامل التي تتوقف عليها الكثافه؟ العوامل اللي بتوقف عليها الكثافه ثلاث حاجات. اول حاجه الوزن الذري للعناصر. يعني لو انا بتكلم على ماده معينه ليه تكون كثافتها كبيره؟ قال لك لو العناصر اللي بتكونها اصلا كانت عناصر تقيله، كتله جزيئاتها اصلا كبيره. تاني حاجه المسافه البينيه بين الجزيئات، الجزيئات نفسها اللي بتكون الماده لو في مسافات بينيه كبيره ما بينهم وما بين بعضهم ده معناه ان الحجم بتاعها كبير. الحجم كبير يعني الكثافه قليله. الحجم كبير، الحجم اللي في المقام ده لو كبير تبقى الكثافه قليله، صح؟ لكن لو الحجم ده صغير تبقى الكثافه كبيره. اي علاقه يا ولاد في الدنيا بين اكس اللي بيساوي واي على زد، زد لو زاد اكس يقل، اكس لو زاد يبقى زد يقل، واي زاد اكس يزيد، واي قل اكس يقل. العلاقه بين اللي فوق ده اهو وبين ده علاقه طرديه، العلاقه بين اللي تحت وده هو علاقه عكسيه. المسافه البينيه بين الجزيئات وكمان نسبه الشوائب اللي موجوده في الميه، يعني هل الماده نقيه ولا مش نقيه، لان دي حاجه من الحاجات اللي بتغير كثافتها. ودرجه الحراره يا محترم، لان درجه الحراره حضرتك عارف ان درجه الحراره في القانون ده اهو، قانون اهو الكثافه بتساوي كتله على الحجم. الحراره بتعمل ايه في اي ماده؟ بتزود الحجم، فالحجم لو زاد الكثافه بتقل. فانا عندي اربع حاجات اسمهم الوزن نوعي العناصر والمسافه البينيه بين الجزيئات ونسبه الشوائب ودرجه الحراره، دي الحاجات اللي بتتحكم في الكثافه بشكل عام. الكثافه بتاعه الميه لا يا استاذ كثافه ثابته. الكثافه بتاعه الماء النقي بتساوي واحد، الكثافه ده يا استاذ بتساوي واحد. مستر ايه اللي يحصل لو كتلة المية زادت؟ لو كتلة المية زادت كثافتها هتفضل زي ما هي لان حجمها كمان هيزيد. طب ايه اللي يحصل لو كتلة المية قلت؟ هتفضل برضو كثافتها ثابتة لان حجمها هيقل. المهم يعني ان الكثافة بتاعة المية ثابتة. مثال يا استاذ على القانون اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، مديني مادة اهي كمية من الجازولين كتلتها كذا وحجمها كذا، تكون كثافتها كام؟ اعمل ايه؟ اقسم الكتلة على الحجم. الكتلة اللي هي 3450 اقسمها على الحجم اللي هو 5 واشوف هيطلع لي كام. هيطلع لي كام يا استاذ؟ هيطلع لي 690. هختارها. اما يجي لك مساله في الجزئيه دي، وانا مش هتكلم عن الجزئيه دي دلوقتي بالتفصيل، احنا في حصه خاصه للمسائل لوحدها، فدلوقتي هنقول بسرعه كده الافكار بتاعت مسائل الكثافه ببساطه. ان احنا عندنا قانون تاني اسمه الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه زي ما حضرتك كنتوا خدتها معايا في حصه الشرح بتساوي كتله حجم معين من الماده على كتله نفس الحجم من الميه، او كثافه الماده على كثافه الميه. دول القانونين بتوع الكثافه. اتعامل بانهي قانون يا مستر في المساله؟ والله على حسب هو اداك ايه في المساله. لو اداك كثافه الماده وكثافه الميه تطلع الكثافه النسبيه. طب لو اداك كتله حجم معين من الميه على كتله واداك كتله نفس حجمه من الميه تقدر تطلع برضو الكثافه النسبيه. فانت هتتعامل، وهنقول الكلام ده في حصه المسائل، هتتعامل على قد اللي هيديهولك في المساله. هو اداك كذا هتعامل بالطريقه دي في المساله. طيب حاجه كمان تحويله برضو مهمه خالص، انك لما بتيجي تحول من جرام لكل سنتيمتر مكعب لكيلو جرام لكل سنتيمتر مكعب بتضرب في 1000، ولما بتحول العكس بتقسم على 1000. حلو. من جرام لكل سنتيمتر مكعب لكيلو جرام لمتر مكعب، دول الوحدتين اللي ممكن تقاس بيهم الكثافه. عشان احول من دي لدي بضرب من الصغير، انا عايز استيكه اهي. اما باجي احول يا استاذ من جرام لكل سنتيمتر مكعب لكيلو جرام لمتر مكعب، اما بحول من هنا لهنا بضرب في 1000، وما بحول العكس بقسم على 1000. وهو كاتبها لك اهو. قيمة الكثافة النسبية لأي مادة قيمة ثابتة يا أستاذ بوحدة الجرام لكل سنتيمتر مكعب. حاجة ثابتة. قيمة الكثافة النسبية دي حاجة ثابتة. الكثافة النسبية اللي بتيجي نتيجة كتلة حجم معين من المية على كتلة نفس حجمه من المية. كتلة حجم معين من المادة أنا آسف على كتلة نفس حجمه من المية. الحتة ده اهي سيبها دلوقتي مش هنتكلم عنها، وهنتكلم عنها بالتفصيل في جزئية المسائل. طيب بتتقاس الكثافه بجهاز اسمه ايه؟ بجهاز اسمه الهيدروميتر يا استاذ. الهيدروميتر كلما زاد طول الجزء اللي ظاهر ده اهو، شايف الجزء ده؟ الجزء ده يا استاذ شايف
بص يا معلم، بص على الرسمه اللي قدامي ده، بص على الرسمه اللي قدامي ده. انت قول لي مين في الاتنين دول هو السائل الاعلى كثافه؟ السائل الاعلى كثافه هو اللي الجزء الظاهر ده اهو فيه طويل، لكن الجزء ده كل ما كان صغير كده كل ما الماده دي غطست اكتر، ده معناه ان السائل ده كانت كثافته قليله. فبيقول لي في السوائل ذات الكثافه المنخفضه بينغمر جزء اكبر من الهيدروميتر، لكن في السوائل ذات الكثافه العاليه بيطفو جزء اكبر من الهيدروميتر. فالهيدروميتر ده انا بحطه في انبوبه الاختبار جوه السائل، والله لو غطس قوي ده معناه ان السائل ده كثافته منخفضه، لو جزء باظظ منه كبير كده ده معناه ان هو ايه؟ ان هو حلوه باظظ دي، يطفو جزء اكبر منه من الهيدروميتر لما بتكون الكثافه عاليه. حلو يا استاذ. التيارات المائيه في المحيطات ببساطه شديده هي ان ميه البحر بتقلب نفسها، بيحصل فيها بعض التيارات او الدوامات اللي بتقلب ميه البحر لما ميه البحر بتكون مختلفه في مكان ما في مكان معين يعني عن مكان تاني في الكثافه. يعني ميه البحر لو فيها حته عاليه في الكثافه وحته تانيه منخفضه في الكثافه بتحدث تيارات بتقلب الميه ما بينهم. الكلام ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه اختلاف كثافه الميه. طب اختلاف كثافه الميه ده ممكن الميه تختلف كثافتها على اساس ايه؟ على اساس درجه الحراره او اختلاف الملوحه بشكل اساسي. يبقى لما الميه بيكون فيها حته في ملوحتها عاليه وحته ملوحتها منخفضه، او حته حرارتها عاليه وحته حرارتها منخفضه، ساعتها بتتكون حاجه اسمها التيارات البحريه. التعريف هي حركه الميه من منطقه لاخرى وتنقل معها، بتنقل معاها الحراره والملح، زي ما قلنا بتتنقل من الحراره الاعلى للحراره المنخفضه او الملح العالي للملح المنخفض. بتنقل العناصر الغذائيه وبتنقل كمان الميه العذبه. الاسباب قال لك اختلاف كثافه الميه هو الشيء الاساسي اللي بيخلي التيارات البحريه تتكون، وبتتاثر كثافه الميه في اي منطقه بالضغط والحراره والملوحه. اكيد حضرتك عارف ان الكثافه ممكن تتغير من مكان للتاني بسبب الحراره وبسبب الضغط وبسبب الملوحه. ازاي؟ تعال اقول لك بسرعه خالص. الكثافه يا صاحبي بتساوي كتله على حجم. كثافه الميه في 3 حاجات ممكن يغيروها، هم ايه؟ تعال اهو كده، هم الحراره والضغط والملوحه. تعال نشوف كل واحد فيهم ممكن يغير ازاي. ببساطه الحراره تعمل ايه يا ولاد في اي ماده في الدنيا؟ مش حضرتك عارف ان الماده او اي ماده في الدنيا تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده؟ ايوه، الحراره دي يا استاذ مع ارتفاع درجه حراره الميه الحجم بيزيد، والحجم لو زاد الكثافه هتقل، يبقى الحراره بتغير في الكثافه فعلا. تاني حاجة معايا هي الضغط. الضغط ازاي ممكن يأثر؟ قال لك ببساطة شديدة، الضغط يعمل ايه في اي مادة يا صاحبي؟ قد اي مادة في الدنيا لو انا ضغطتها حجمها هيقل، والحجم لو قل الكثافة تزيد، يبقى الضغط بيغير هو كمان في الكثافة. طب الملوحة يا ولا، الملوحة تعمل ايه؟ لو انا عندي كوبايتين يا معلم، كوباية وكوباية، كوباية فيها مية بس وكوباية فيها مية زائد ملح، تفتكر مين في الاتنين كتلته تبقى اكبر؟ دي ميه ودي ميه بملح، مين كتلته تبقى اكبر؟ ده هو تبقى كتلته اكبر. فالملوحه بتزود الكتله، واني ازود الكتله ده معناه ان انا ازود الكثافه. يبقى في 3 حاجات ممكن يغيروا في كثافه الميه: ان الحراره تزيد لان الحراره لو زادت الحجم هيزيد فالكثافه تقل، الضغط يا استاذ اللي لو زاد ده معناه ان الحجم هيقل، والحجم لما يقل الكثافه هتزيد. اما الملوحه يا سعاده الباشا، الملوحه بتزود الكتله، فالكتله لما تزيد الكثافه هي كمان بتزيد. فدول ال3 عوامل اللي كانوا ممكن يغيروا لي في كثافه الميه. طيب جايب لي هو بعد كده علاقة بيانية يا أستاذ، علاقة بيانية بين الماس الكثافة سوري الكتلة والرو اللي هي الكثافة. العلاقة ما بينهم علاقة طردية زي ما احنا قلنا. أكيد الكتلة كل ما زادت كل ما الكثافة زادت. فشكل العلاقة البيانية بتاعتها كده للماء غير النقي، لأن الماء النقي يا أستاذ بتبقى الكثافة بتاعته 1 كده ثابتة، لكن الماء غير النقي كل ما زادت الكتلة كل ما زادت الكثافة بتاعتنا. طب الماء النقي عند درجة حرارة ثابتة؟ لا والله، الماء النقي طول ما درجة الحرارة ما بتتغيرش كثافته ثابتة اللي هي بتساوي 1. طيب لو غيرت الحجم كده الكثافة 1، لو غيرت الكتلة كده الكثافة 1. الكثافة بتاعت الماء النقي كده ب1، لكن اللي ممكن يغيرها بس هي درجة الحرارة. درجة الحرارة الشيء الوحيد اللي ممكن يغير في كثافة المية النقية. وآخر علاقة معانا هي الماء النقي عند تغير درجة الحرارة يا أستاذ. الماء النقي عند تغير درجة الحرارة ساعتها عند 4 مئوية بتكون الكثافة بتاعته أكبر ما يمكن، عند 4 مئوية بيكون الحجم بتاعه أقل ما يمكن. صلي على النبي. إيه حوار بقى درجة الحرارة 4 مئوية ده؟ الموضوع بسيط خالص. دلوقتي أنا عندي درجات حرارة 1 2 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9.
ايه اللي بيحصل يا استاذ؟ وركز معايا كويس قوي. للميه لو درجه حرارتها كانت 5، بعد كده زادت بقت 6، بقت 7، بقت 8، زادت يعني. الحراره لو زادت ده يعمل ايه؟ حضرتك عارف قانون الكثافه. الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، صح؟ ايه اللي يحصل يا استاذ مع ارتفاع درجه الحراره؟ مع ارتفاع درجه الحراره الحجم بيزيد، ده معناه ان الكثافه بتقل. يبقى كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما الكثافة بتاعة المية قلت. طيب ايه بقى اللي بيحصل عند 4 مئوية؟ اللي بيحصل عند 4 مئوية وما تحتها هي حالة شاذة عن اي سائل تاني في الدنيا. ايه يا سعادة الباشا؟ ببساطة تحت 4 مئوية المية بتتمدد. يا مستر مش انت لسه قايل دلوقتي ان 5 6 7 8 كل ما درجة الحرارة زادت المية بتتمدد، يعني حجمها بيزيد فكثافتها بتقل؟ وتحت 4 بيحصل نفس الكلام. المية برضو تحت 4 بتتمدد تمدد شاذ عكس باقي السوائل اللي في الدنيا. فده معناه ان درجه الحراره كده كده اهو، مع ارتفاع درجه الحراره كده، مع ارتفاع درجه الحراره كده بيحصل تمدد للميه، وتحت ال4 برضه بيحصل تمدد للميه. ده معناه يا سعاده الباشا ان اعلى كثافه ممكنه للميه عند 4. ليه؟ لان كده هيحدث تمدد يعني الحجم يزيد يعني الكثافه تقل، كده هيحدث تمدد يعني الحجم يزيد يعني الكثافه تقل. عند 4 مئويه هي درجه الحراره يا استاذ اللي بيكون عندها الكثافه اعلى ما يمكن للميه. ليه؟ لأن الحجم فيها بيكون أقل ما يمكن. آدي اللي متقال في العلاقة البيانية، إن الحجم أقل ما يمكن فعلا، الحجم بيكون قليل خالص أهو عند 4 مئوية. درجة الحرارة تزيد عن 4 مئوية الحجم يزيد، درجة الحرارة تقل عن 4 مئوية الحجم برضه يزيد. طب الكثافة برضه عند 4 مئوية الكثافة أكبر ما يمكن بتقل حوالين ال4 مئوية. هو بيقول لي هنا اهو الكلام، بيقول لي ان عند 4 مئويه اهو زي ما حضرتك شايف الكثافه بتكون 1 اللي هي بتكون اعلى ما يمكن، يعني درجه الحراره لو زادت او قلت في الحالتين الكثافه بتقل. ليه الكثافه بتقل؟ كده الكثافه بتقل وده الطبيعي، لما درجه الحراره بتعلى الكثافه بتقل. لكن بتقل كده ليه بقى؟ الناحيه ده اهي، الناحيه ده بتقل فيها ليه؟ لان الميه تحت 4 مئويه بتتمدد تمدد شاذ عكس باقي السوائل. كثافة تغير أو شذوذ كثافة المية يا أستاذ، تغير أو شذوذ كثافة المية عند درجة حرارة 4 مئوية تزداد المسافة البينية بين الجزيئات فيزداد الحجم وتقل كثافة الماء، أي إن الماء يسلك نفس سلوك باقي المواد السائلة. الطبيعي إن كده أي مادة سائلة في الدنيا الحجم بتاعها الكثافة هي تاني المرة الألف بتساوي الكتلة على الحجم، فطبيعي إن مع ارتفاع درجة الحرارة الحجم هيزيد، فالحجم هيزيد يعني الكثافة هتقل، ده الطبيعي. اللي مش طبيعي بقى هو اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل هنا عند خفض درجة الحرارة من 4 مئوية ل0 مئوية يتمدد الماء بشكل شاذ، بدل ما ينكمش فتقل الكثافة، وبذلك السلوك يختلف الماء عن باقي السوائل. أيوة لما هيتمدد يعني الحجم هيزيد يعني الكثافة هتقل، فبكده الكثافة هتبقى بتقل عكس باقي السوائل. الكلام ده هو اللي بيساعد الكائنات الحية اللي عايشة في الأعماق بتاعة البحر إنها تفضل عايشة ليه؟ لأن الجليد بيطفو فوق الميه. طب الجليد بيطفو فوق الميه ليه يا استاذ؟ لان حضرتك فهمت اهو ان تحت 4 مئويه الكثافه بتقل يعني الجليد اللي هيتكون فوق هتبقى كثافته اقل من الميه، كثافته اقل من الميه يعني الكائنات الحيه اللي عايشه تحت تفضل عايشه في امان. ده او دول الكلمتين اللي اتقالوا عن الخواص الفيزيائيه والكثافه بتاعه الماء. واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده هما الاكسجين وثاني اكسيد الكربون في البيئه المائيه. يلا يا سعاده الباشا نخلص عليهم. نخلص على ايه؟ قال لك اول حاجه المصدر بتاع كل واحد، هو الاكسجين بيجي منين وثاني اكسيد الكربون بيجي منين؟ استنى، الاكسجين بيدوب من الهواء الجوي وثاني اكسيد الكربون برضه بيدوب من الهواء الجوي. ثاني اكسيد الكربون مصدره الرئيسي هو تنفس الكائنات البحريه، عمليه التنفس اللي بتعملها كل الكائنات البحريه، كمان الانشطه البشريه وشويه الملوثات اللي بنرميها في الميه بتزود من نسبه ثاني اكسيد الكربون في الميه. يبقى ثاني اكسيد الكربون ده اهو نسبته بتزيد، او ايه مين اصلا اللي بيخلي ثاني اكسيد الكربون موجود في الميه؟ ما ميه البحر موجوده، هي ايه اللي بيخلي ثاني اكسيد الكربون يزيد فيها؟ ان الهواء الجوي شويه ثاني اكسيد الكربون منه يدوبوا في الميه، عمليه التنفس اللي بتقوم بها الكائنات البحريه وشويه الانشطه البشريه اللي احنا بنعملها. طيب ايه اللي بيخلي الاكسجين بقى يزيد؟ الهواء الجوي برضه ميه البحر هي لو فوقها اكسجين من الهواء الجوي شويه منه بيدوب في الميه، صح؟
بالاضافه لمين بقى؟ لعمليه البناء الضوئي اللي بتقوم بيها شويه النباتات اللي في الميه، العوالق النباتيه والطحالب والنباتات المائيه اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي. تاثير زياده نسبه الغازين في الميه، ايه اللي يحصل لو ثاني اكسيد الكربون نسبته زادت؟ ايه اللي يحصل لو الاكسجين نسبته زادت؟ لو الاكسجين نسبته زادت في الميه ده هيعزز من قدرات التنفس عند الكائنات لما هتتنفس بشكل احسن، فهتحسن عمليه التمثيل الغذائي وتعزيز النمو، يعني هتحسن القيام بالانشطه الحيويه للكائنات الحيه، زياده كمان النشاط بتاع الكائنات في السباحه وصيد الفرائس والتكاثر والحفاظ على التوازن البيئي. يبقى زياده الاكسجين شيء طلع مفيد. الاكسجين لما هيزيد هيعزز قدرات تنفس الكائنات، هيحسن من التمثيل الغذائي يعني هيحسن من عمليه الايض وتعزيز النمو وزياده النشاط بتاع الكائنات المائيه في السباحه، صيد الفرائس، التكاثر، اي نشاط الكائن هيقوم بيه هيبقى افضل، لان الاكسجين لما يزيد الطاقه اللي هيحصل عليها الكائن من عمليه التمثيل الغذائي هتزيد والحفاظ على التوازن البيئي. طب بالنسبه بقى لثاني اكسيد الكربون ده لو زاد، لا، لو زاد ده هيعمل حاجه اسمها تحمض للميه، والتحمض ضار لمرحلتي الايه، البيض واليرقات. السمك وهو لسه في مرحله البيضه او في مرحله اليرقه بيتاثر جدا بعمليه التحمض ده، لان ثاني اكسيد الكربون لما يدوب في الميه هيكون لي حاجه اسمها H2CO3 اللي هو مين؟ اللي هو حمض الكربونيك. حمض الكربونيك لما بيزيد في الميه بكميه كبيره ده بيؤدي لحدوث التحمض المؤذي جدا للبيض واليرقات في الكائنات، بالاضافه طبعا لضعف التنفس. لو في مكان فيه ثاني اكسيد الكربون كتير انا مش هعرف اتنفس، الميه لو فيها ثاني اكسيد الكربون كتير السمك مش هيعرف يتنفس، فتقليل التكلس كمان اللي بيعوق قدره بعض الكائنات على بناء هياكلها. مش انت عارف ان في بعض الكائنات بتكون هياكلها الصلبه من كربونات الكالسيوم؟ الصدف مثلا اللي بيكون على الكائنات بيتكون من كربونات الكالسيوم. يحصل ايه نتيجه التحمض ده؟ حمض الكربونيك ده يدوب كربونات الكالسيوم زي ما انا كنت بقول في اول الحصه، كربونات الكالسيوم تدوب من حمض الكربونيك، بالتالي هذه الكائنات لا تستطيع بناء هياكلها الصلبه، بالتالي الكائنات ده ممكن تموت. يبقى ايه اللي يحصل الاول؟ بس مصدر ثاني اكسيد الكربون ايه؟ الانشطه البشريه والهواء الجوي وتنفس الكائنات. مصدر الاكسجين ايه؟ الهواء الجوي والبناء الضوئي اللي بتعمله النباتات. الاكسجين لو زاد ده يعزز قدرات التنفس، يخلي عمليه الايض تزيد، يزود النشاط بتاع الكائنات المائيه، يخلي الكائنات المائيه نشاطها يزيد، تتكاثر اكتر وتسبح اكتر وتصطاد فرائسها اكتر، بالاضافه للحفاظ على التوازن البيئي. اما تاثير زياده ثاني اكسيد الكربون دي مصيبه، لو ثاني اكسيد الكربون زاد ده هيعمل تحمض، والتحمض هيضعف او هياثر على مرحلتي البيض واليرقات للسمك، هيضعف التنفس، هيخلي كمان الكائنات ما تقدرش تقوم بعمليه التكلس، يعني مش هتقدر تبني الاصداف والهياكل الصلبه بتاعه اجسامها. طيب لو نقص بقى نسبه الغازين في الميه، لو نقص الاكسجين اكيد التنفس هيكون ضعيف، اكيد التمثيل الغذائي هيضعف، اكيد نشاط الكائنات هيقل، واكيد هيختل التوازن البيئي. تخيل ان الكلام ده هو عكس بالظبط الكلام ده. ما طبيعي لو زاد الاكسجين ده اللي هيحصل، ولو قل الاكسجين هيحصل العكس. طيب ايه اللي يحصل بقى نتيجه نقص ثاني اكسيد الكربون؟ لا دي مشكله كبيره. مشكله كبيره في ايه بقى؟ ثاني اكسيد الكربون غاز مش محبب قوي بالنسبه للكائنات البحريه، بس في كائنات ما بتقدرش تعيش من غيره، اللي هي مين؟ اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي. الكائنات اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي لو ما فيش ثاني اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون قل، ساعتها هيحد من قدره الطحالب والكائنات المائيه على انتاج الطاقه والقيام بعمليه البناء الضوئي، وهيأثر على الكائنات المنتجه مثل العوالق والنبات البحريه، وهيزود الرقم الهيدروجيني للميه. ايوه، ما هو لما الحمضيه تقل ده معناه ان الرقم الهيدروجيني بتاع الميه هيزيد، يعني هيبقى قريب للتعادل، وده شيء برضو مش محبذ عند الكائنات. اخر حاجه نتكلم عنها هي الذوبانيه. اكيد حضرتك عارف او مش عارف، بس الكلام ده كان موجود 4 معلومات في قمه الاهميه، موجودين في درس بتاع ثاني اكسيد الكربون والاكسجين ده. بيقول لك فيه ان تركيز غاز الاكسجين اعلى من ثاني اكسيد الكربون بحوالي 500 مره. من تركيز ثاني اكسيد الكربون، الاكسجين اعلى من ثاني اكسيد الكربون ب 500 مره، لكن ذوبانيه غاز الاكسجين اقل ب 50 مره من ذوبانيه ثاني اكسيد الكربون. يبقى مين نسبته اعلى في الهواء؟ اللي نسبته اعلى في الهواء الاكسجين اعلى من ثاني اكسيد الكربون. ده 21%، ده مش عارف 3 من 100%، باين رقم قليل قوي، صح؟ فالاكسجين نسبته اعلى من ثاني اكسيد الكربون. طب هات بقى اكسجين وهات ثاني اكسيد الكربون وخليهم الاثنين يدوبوا في الميه، هتلاقي ان الاكسجين بيدوب بدرجه اقل بكتير من ثاني اكسيد الكربون، بيقل تقريبا ب 50 مره في درجه الذوبانيه بتاعته عن الثاني. طيب ذوبان بقى الغازين في المحيطات، المالحه بيبقى اقل من ذوبانيتهم في الميه العذبه. الذوبان في الميه المالحه بيكون اقل من الذوبان في الميه العذبه، يعني الميه العذبه بيكون الذوبان فيها اعلى بكتير من ذوبان الميه المالحه.
اخر حاجه الذوبان في الماء الدافئ بيبقى اقل من الذوبان في الماء البارد. كل ما كانت الميه دافيه اكتر كل ما الغازات قدرت تدخل بين جزيئات الميه اكتر، فده هيخلي ذوبانيه الغازين في الماء الدافئ اقل من ذوبانيه الغازين في الماء البارد. دول الكلمتين بس اللي علينا في الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، والله العظيم كلمتين في قمه البساطه. نقولهم تاني بسرعه: الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون اصلا بيجي من الهواء الجوي والكائنات اللي بتقوم بعمليه التنفس والانشطه البشريه. لو زاد نسبه ثاني اكسيد الكربون ده هيعمل تحمض، فالتحمض هيأثر على ايه؟ على تنفس الكائنات، وهيأثر على البيض واليرقات، وهيخلي مفيش تكلس فالكائنات مش هتعرف تبني هياكلها. اما لو ثاني اكسيد الكربون قل ده هيحد من قدره النباتات او الطحالب على القيام بعمليه البناء الضوئي، فهيخلي العوالق النباتيه تموت، فهيخلي الرقم الهيدروجيني يقل. طيب سوري، الرقم الهيدروجيني يزيد. طب بالنسبه للاكسجين، الاكسجين يا باشا اصلا بيجي من الهواء الجوي وعمليه البناء الضوئي اللي بتقوم بها هذه الكائنات. الاكسجين يا سعاده الباشا بيعزز قدرات التنفس بتاعه الكائنات، بيزود عمليه الايض او التمثيل الغذائي، فبيزود نشاط الكائنات، بيخليها تسبح اكتر وتفترس اكتر وتتكاثر اكتر، وبيحافظ على توازن النظام البيئي. الاكسجين يا سعاده البيه نقصه بيؤدي لضعف او صعوبه في التنفس، تقليل التمثيل الضوئي، نقص نشاط الحيوانات واختلال التوازن البيئي، اللي هو عكس الكلام اللي احنا كنا بنقوله هنا. اخر حاجه الذوبانيه، تركيز غاز الاكسجين اعلى من ثاني اكسيد الكربون. تركيز غاز الاكسجين اعلى من ثاني اكسيد الكربون ب 500 مره، لكن ذوبانيه الاكسجين اقل من ثاني اكسيد الكربون ب 50 مره. مين نسبته اعلى؟ الاكسجين. مين ذوبانيته اعلى؟ ثاني اكسيد الكربون. طب الاثنين مع بعض يدوبوا اكتر في الميه الدافيه اكتر من الميه البارده، ويدوبوا اكتر في الميه العذبه اكتر ما يدوبوا في الميه المالحه. بس خلاص يا محترم، دول الكلمتين اللي كانوا عندنا النهارده. خلصنا الحمد لله الاكسجين ثاني اكسيد الكربون، خلصنا خواص فيزيائيه زي الكثافه، خلصنا التحلل المائي والتميؤ، خلصنا الرقم الهيدروجيني، وخلصنا الجزئيه اللي كانت في الاول بتاعه الغلاف المائي. الحمد لله دي كانت حصه النهارده، حصه اتمنى تكون موفقه. انا عارف ان في الاخر انا قرصت شويه عشان بصراحه الحصه انا حسيت ان زمانها طال قوي، فهنحاول ان شاء الله المره الجايه نوزن الامر كده وما نخليش الكبس كله يبقى في الاخر، هنخلي الكبس كله في الاول الحصه اللي جايه. اهم حاجه علشان خاطري اشوفكم على خير المره الجايه وانتوا ابطال كده ومذاكرين وشادين حيلكم وكل الكلام الجميل ده. مش عايز بصراحه اطول الفيديو اكتر من كده. اشوفكم على خير، السلام عليكم.